السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهاردة كده هنعمل اللانكشاير بطريقة كده جميلة جدا. معانا مكونات بسيطة، معانا كوباية نص دقيق، ربع سمنة وربع زبدة، ممكن تمشيه سمنة ماشي أو زبدة برضو ماشي. معانا فانيليا، بيضة، نص كوباية سكر، وكوباية نشا مش مليانة كده أوي زي ما انتوا شايفين. يبقى المقادير بتاعتنا كوباية نص دقيق، ربع سمنة، ربع زبدة، نص سكر، بيضة، فانيليا، وكوباية نشا مش مليانة. زي ما قلت ممكن تمشيها نص زبدة بتبقى برضو جميلة، نص برضو سمنة بتبقى جميلة جدا. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل كده الربع كوباية زبدة تكون كده طرية، على الربع سمنة، نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كده ده على سرعة هادية، بعد كده نزود السرعة ونضربهم كده ضربة حلوة. ونبدأ كده ننزل السكر، واحدة واحدة، طريقة إن شاء الله جميلة وهتبقى ناجحة من أول مرة. ننزل بقى السكر والبيضة والفانيليا ونضربهم كده ضربة حلوة. طبعا كده شايفين كده قوام السمنة والزبدة معانا ازاي كده كريمي. هنجيب كده بسم الله الرحمن الرحيم نص كوباية ونص دقيق مع كوباية النشا مش مليانة، كوباية النشا، ونقلبهم كده مع بعض. ونشغل كده عليهم لغاية كده ما يختلطوا تماما. هنبدأ كده بإيدينا ننزل كل اللي في الجوانب. نلفهم كده لفة حلوة مع بعض. طبعا كده خلاص العجينة كده معانا جاهزة. هنبدأ نشكلها، شايفين كده عجينة حلوة معانا ازاي. هنبدأ كده نشكل بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا عايزين كده كور صغيرة بالحجم ده، نضغط كده عليها شوية. طبعا كده في الصينية اللي هنخبز فيها ونرصهم، نحاول على قد ما نقدر نخليهم قد بعض. نلفها كده لفة حلوة بإيدينا طبعا بالشكل ده، نضغط عليها كده ضغطة بسيطة في الصينية. طبعا كده هي العجينة بتاعتنا مظبوطة. انت كده ممكن تخلطي كوباية النشا والكوباية ونص الدقيق الأول مع بعض وتنزليهم كده واحدة واحدة. على قد ما نقدر نخليهم قد بعض زي ما كنت شفتوا. مقادير بسيطة جدا جدا وطريقة سهلة، وإن شاء الله نتيجتها جميلة.
نضغط كده عليها ضغطة بسيطة. طبعا كده ضغطة بسيطة، ونرص في الصينية اللي هتدخل الفرن. طبعا كده وضغطة كده بسيطة. ناخد كده واحدة تاني. طبعا كل الكمية كده بنفس الطريقة، طريقة بسيطة جدا وسهلة، ما فيهاش اي تعب زي ما شفتوا كده قدامكم. طبعا كده جهزنا كل الكمية. معانا كده فرن سخنة، هندخل فيها كده اللانكشير يستوي، وهنشوفه بعد ما يستوي. طبعا كده اللانكشير بتاعنا استوى، شايفين كده ازاي ما بياخدش وقت في الفرن. شايفين خد كده لون ذهبي جميل. طبعا كده خدت لون ذهبي جميل زي ما انتوا كده شايفين. طبعا ممكن تزودي الحجم عن كده شوية، بس انا الحجم ده كده حلو خالص عندي. طبعا كده هنبدأ نلزقهم مع بعض. نجيب كده المربى ونلزقهم كده مربى كده في الجوانب. طبعا يستحسن انك تنزليها كده في المربى. طبعا كده بتنزليها كده في جوز الهند. لو عندك اي نوع مكسرات كده مطحون برضو ماشي بالشكل ده. شايفين كده شكلها كده جميل ازاي. برضو واحدة تاني مربى. طبعا برضو ممكن تبططيها عن كده برضو شوية قبل ما تسويها، تبقى برضو جميلة. ننزلها كده في جوز الهند. زي ما شفتوا كده الوصفة جميلة جدا وسهلة، ما فيهاش مقادير كتير برضو بالشكل ده. واحدة كده تاني. كده ننزلها في جوز الهند. واحدة كده تاني مربى. وفي جوز الهند. طبعا كده طريقة التلزيق كده سهلة. طبعا كده احلى واجمل طبق كده لانكشير زي ما انتوا كده شايفين. عملناه بمقادير بسيطة جدا جدا وسهلة، بس النتيجة جميلة جدا. جربوها هتشوفوا بنفسكم. زي ما قلت الاول كده تعملي المقادير، كوباية ونص دقيق وكوباية النشا تخلطيهم مع بعض وتنزليهم كده واحدة واحدة، ما تضيفيهمش مرة واحدة. إذ ربما الدقيق اللي عندك يكون نوع مختلف وبيشرب سوائل كتير، فتنزليهم كده على مرحلتين او 3 لغاية كده لما العجينة بتاعتك تكون كده طرية شوية ولينة. تبدأي تشكلي، وانت بتشكلي كده بعد ما تشكليها تضغطي عليها ضغطة بسيطة وتدخليها كده الفرن سخنة. النار تكون متوسطة بعد الفرن ما تسخن وتستوي وتاخد كده لون حلو من تحت، وتطلعيها كده بالشكل الجميل ده وتلزقيها كده وتزينيها بجوز الهند. عندك فستق مطحون اللي متواجد عندك تزيني بيه، مش متواجد خلاص مش مشكلة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. عملنا كده طبق كده حلو من نص كوباية سمنة او زبدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.